ما جرى في الفترة الأخيرة من خلال يعني اقتحام القوى العسكرية لمحافظتي حضرموت والمهرة، أنا أؤكد لك على أن هذا القرار هو قرار الإمارات وليست قرار إخواننا في المجلس الانتقالي. نحن نعرف بأن صاحب القرار في الجهتين سواء بالجانب السعودي أو جانب الإماراتي هم أصحاب القرار في التوجيه سواء في المجال السياسي أو المجال العسكري. لا تستطيع القيادات اليمنية التي نصبوها قيادة لليمن أن تعمل شيء إلا وفقا لتوجيهاتهم، وبالتالي ما يحصل الآن من إزهاق أرواح تتحمل المسؤولية الكاملة دول التحالف، وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن لديها نوايا ونحن كنا نعرف هذه النوايا من سنوات عديدة وحذرنا من هذا الاتجاه، حتى أن الرئيس هادي يعني كان يضغط عليه من أجل تقديم تنازلات لمصلحة دولة الإمارات، وعندما رفض تم يعني أولا منعه من الرجوع إلى عدن وتهديده بالاغتيال واغتيال أولاده وأخيرا إقصائه من القيادة اليمن خلال الدستور والمصلحة الوطنية اليمنية. بالتالي يعني لماذا لم تكتفي الإمارات بكل هذه التنازلات التي قدمت لها في اليمن وتواصل استمرار سعيها مد نفوذها إلى حضرموت والمهرة برأيك؟ الإمارات للأسف هي ترى أن مصلحتها بكل اعتبار، ومصلحتها تقتضي بالسيطرة على كثير من الموانئ والمواقع الاستراتيجية سواء في القرن الأفريقي أو في بلادنا أو في كثير من الدول العربية، وللأسف هذه الدول تدفع الثمن. السودان دفع الثمن، ليبيا دفعت الثمن، اليمن دفعت الثمن، وهناك دول عديدة يعني فشلت دولة الإمارات عندما تدخلت فيها بفضل يقظة قادتها. احنا في بلادنا للأسف الشديد يعني كثير من اليمنيين عندما اختلفنا فيما بيننا قدمنا بلادنا هدية لأطماع هذه الجهات للأسف. يعني كنا نتوقع من التحالف بقيادة الشقة وهم أشقة يعني تربطنا بهم أواصر العروبة والإسلام والدين واللغة والجيران أنهم يقفوا يعني إلى جانبنا من أجل عودة مؤسسة الدولة، لكن كانت المؤشرات من البدايات بأنهم لا يريدوا عودة مؤسسة الدولة ولا يريدوا هزيمة ما سموه يعني المشروع الإيراني في اليمن، بل كانت كل دولة لها أجندة خاصة بها. طيب سأعود للسؤال هل هذه لحظة تصحيح أو لا، لكن قبل ذلك أريد أن أراجع معك بيان أعضاء في مجلس القيادة، وأنت كان لك تصريحات ربما قبل شهر تتحدث أن مجلس القيادة منقسم بين السعودية والإمارات. اللافت فعلا أنه الآن هؤلاء الأعضاء عيدروس زبيدي، أبو زرعة، فرج البحسني وطارق صالح في المخا اجتمعوا جميعا للقول بعدم قانونية ما أصدره رئيس مجلس القيادة، وحتى أنهم رفضوا خروج الإمارات من التحالف. يعني هل هذا الآن اعتراف علني بأنه هذه الأسماء تمثل الإمارات وليس اليمنيين؟ معروف وبديهي من البداية، الإمارات هي من أتت بهم وهم يمثلوا يعني أدوات يعني مصلحة الإمارات، لكن الغريب والعجيب أخي الكريم ما يجري في بلادنا يعني كوموديا سوداء والجهر السياسي لم يصل إليه يعني أكبر الخونة في الدنيا. أنت تدعي أنك يعني أن هذا مخالف للقانون، وأنت تسعى لتمزيق بلادك، وأن تخالف الدستور وتخالف المصلحة الوطنية وتتمسك بأنها مخالفة للقانون. كيف تتمسك يعني بحقك في بقائك أو تصويتك في مجلس الرئاسة الذي سمي مجلس الرئاسة، وأنت في نفس الوقت تمارس وتقول أنك ليس يمني وتمارس وتريد أن تجزأ اليمن بقوة السلاح بالعنف؟ يعني هذا معادلة عجيبة غريبة ومنطق ما يعني لا أحد يفهمه. كيف أنت في قيادة البلد ومتمسك الآن أنك يعني بموقعك في قيادة البلد وبتدعي أن الآخرين خالفوا القانون وأنك متمسك بالقانون، وأنت في نفس الوقت تسعى إلى تجزئة اليمن مخالفا للدستور، يعني تسعى إلى أن تكون اليمن رهينة بيد دول أخرى. ما عمري ما سمعت بهذا الموقف ولا بهذا الموقف. يعني كيف أنت من المفترض إذا أنت بتعتبر نفسك أنك في قيادة البلاد أنت معني باتباع عن البلاد
ووحدته وامنه واستقراره ودفاع عن المؤسسات، مؤسسات الدوله. اما انك تمزق البلاد وفي نفس الوقت تريد ان تكون حاكم يعني للبلاد، هذا شيء منطق غريب عجيب. تناقضات وخرق للدستور بشكل واضح، وقد ظهر ذلك جليا منذ البداية. عيدروس الزبيدي يجوب العالم بجواز سفر يمني وبتمثيل مجلس القيادة، بينما هو يعمل لشق وتقسيم البلاد. لكن بعيدا عن الانفصاليين، طارق صالح، نريد أن نفهم لماذا طارق صالح كان جزءا من هذا البيان. سيد عبد العزيز جباري، وهو يقول أنه من حراس الجمهورية. يا أخي الكريم، أنا تحدثت في أكثر من صحيفة وأكثر من وسيلة إعلام وأكثر من مقابلة. من أتى من مولك وسلحك ودفع رواتب يعني العساكر الذين معك هو صاحب القرار. هؤلاء أصحاب القرار في أبو ظبي، وليس لا حيدروس ولا أبو زرعة ولا طارق ولا البحسني، ليسوا أصحاب قرار. القرار في أبو ظبي والقرار الآخر في السعودية. وبالتالي عندما تستغرب أنه يعني طارق صالح له هذا الموقف، أولا يعني أنا للأسف الشديد أن الأخ طارق يعني يخطئ للمرة الثانية والمرة الثالثة، يعني دائما أن يكون في الاتجاه غير الصحيح. احنا اعتقدنا انه الوقوف الى جانب الحوثي بانها كانت يعني قد ربما ردة فعل، يعني نتيجة ما حصل في 2011 وما بعدها نتيجة يعني الاحتجاجات ضد الرئيس علي صالح. لكن ان يقوم بالدور نفسه، ان يقف مع الميليشيات وضد الجمهورية ويدعي انه جمهوري، هذه والله يعني شيء غريب. ايضا ان يقف ضد المشروع، ضد الوحدة. وكيف يعني ما يعني موقفه لا ينسجم مع ما يطرحه، لا ينسجم مع الشعارات الذي يرفعها، لا ينسجم مع خطاباته. ولكن انا اقول لك في النهايه طارق صالح ليس صاحب قرار، وعيدروس ليس صاحب قرار، واكون صادق معك اكثر، ورشاد العليمي ليس صاحب قرار. القرارات السعوديه وبيد الامارات. ما يحصل في بلادنا هو صراع بين الامارات والسعوديه. لكن اقول لك انه الان قد ربما ان السعوديه راجعت موقفها. طيب. وحدثنا كثيرا وكنا نتمنى عليهم انه يعني سياستهم في اليمن الان موقفها، نشوف انه موقفها موقف ايجابي. وبالتالي من مصلحتنا ان نقف الى جانب اخواننا السعوديه من اجل مصلحه اليمن. على الاقل نسمع الان ما يطرحوه انه منهم مع اليمن ووحدته وامنه واستقراره. وبالتالي لا خيار امام اليمنيين الا ان يقف هذا الموقف. اما الموقف الاخر فاي واحد سيقف مع دوله الامارات العربيه المتحده وهم يعلنوا جهارا نهارا بان لديهم اصدقاء، والاصدقاء هؤلاء هم اعداء للعروبه والاسلام الصهاينه. وبالتالي المشروع المطروح او المشروع الذي يريدوا ان يفرضوه معروف للجميع والقاصي والثاني. لا يمكن ولا الذي يقف الى جانب هذا المشروع اعتقد انه خان نفسه وخان دينه وخان وطنه. ولا يمكن ان يعني كيف تنتمي الى الارض الطاهره وتضع يدك بايدي الصهاينه؟ هذا شيء عجيب غريب. كيف يعني تدعي انك تمثل اليمن وانت قياده لليمن، وفي نفس الوقت تبيع اليمن بثمن بخس، او تبيع بلادك ومحافظتك لهذه الدوله، والذي نعرف جميعا بانهم لديهم يعني اطماع في الأراضي اليمنيه والجزر اليمنيه والموانئ اليمنيه. ومن يقوم بالفعل يا اخي سياتي اليوم الذي يعني التاريخ لن يرحمه واولادي لن يرحموه، وكل يعني موقف مخزي، موقف مخجل، موقف لا يجوز. ولا نرصد اخواننا، وخاصه اخواننا في نهايه المطاف كلنا يمنيين، لا يمكن ان نرتضي بهذا الموقف. نحن نرجو من يعني، وانا اقول ونناشد، لانه اذا ناشدنا اخواننا عيدروس وطارق صالح والبحسني وغيره ليس بيدهم قرار، لكن نرجو ونتمنى على دوله الامارات العربيه المتحده انها تحقن دماء اليمنيين، واي إسالة لدماء اليمنيين ستتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية في إنهاك أرواح اليمنيين، لأننا كيمنيين هم الذي أثاروا الفتنة في بيننا، وهم الذي أدخلونا في هذا يعني في هذا المستنقع. يعني طلبناهم من أجل نجدتنا، وبالتالي تحولوا إلى كابوس على الشعب لمدة 10 سنوات، والقادم يعلم الله يعني إلى متى يعني سنتخلص من هذا الوضع الكارثي.